النهارده كان ركز على تطورات مهمة قوي بتحصل في واحد من أهم الملاعب المغربية، ملعب فاس الكبير. ومعانا معلومات عن آخر المستجدات هناك، خصوصا إن المغرب بيستعد لحدثين كبار ورا بعض. عايزين نفهم كده إيه اللي بيحصل بالظبط، حجم الشغل ده، وإزاي الملعب بيتغير عشان يستقبل كأس الأمم 2025 وبعدها كأس العالم 2030. خلينا نشوف كده. فعلا. الاهتمام بملعب فاس ده مفهوم جدا الفترة دي. الموضوع مش مجرد تطوير مكان، لا ده جزء من استراتيجية أكبر بكتير. تحدي كبير إنك تجهز بنية تحتية تستضيف حدثين بالضخامة دي ورا بعض. أول حاجة ظاهرة قوي والمصادر بتتكلم عنها كتير هي الواجهة الزجاجية دي اللي خلاص شكلها بقى عصري جدا. صحيح، الواجهة دي شكلها فعلا نقلة. بس هي مش بس شكل جمالي، لا، المصادر بتقول إن التصميم ده بيساعد إن الإضاءة الطبيعية تدخل الملعب بالنهار، وده بيحسن التجربة جوه، وفي نفس الوقت بيوفر طاقة، في بعض استدامة كمان. ودي بس البداية. ده من بره. طب جوه الملعب بقى، الأخبار بتقول إن في شغل كتير قوي: تغيير كراسي المنصة الشرفية، تجديد غرف اللبس، قاعات الإعلاميين، الضيافة. إيه أهمية النقط دي تحديداً؟ بص، الأهمية هنا في الالتزام بالمعايير، مش أي تجديد. المعلومات بتأكد إن كل الشغل ده ماشي على مواصفات الكاف بالظبط، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ده بيضمن بقى إن الملعب يبقى جاهز 100% لاستقبال الفرق، المسؤولين، الإعلام، كله بمستوى عالمي في أفريقيا 2025. ده اللي بيخليه مؤهل رسمياً. يعني الموضوع مش مجرد شكل حلو، لا ده لازم يوصل لمستوى معين مطلوب قارياً. تمام. طيب وإيه كمان؟ المصادر ذكرت شغل على الإضاءة والسلامة وحتى زراعة شجر حوالين الملعب. أيوة، النقط دي أساسية. تطوير الإضاءة والسلامة والمراقبة ده مهم جدا عشان الأعداد الكبيرة من الجماهير اللي هتيجي. الموضوع أمان وتجربة متكاملة. أما بقى تنظيم المساحات الخضراء وزراعة الشجر، فده بيدي بعد تاني جمالي وبيئي، بيخلي المكان كله جذاب أكتر. الفكرة تجربة شاملة مش بس الماتش. التفاصيل دي بتفرق قوي. النقطة اللي لفتت نظري بشكل خاص هي إن الشغل ده بيحصل على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي شغالة دلوقتي دي هدفها تجهيز الملعب لكأس الأمم أفريقيا 2025. تمام؟ طب وبعدين؟ بعد البطولة إيه اللي هيحصل؟ هنا بقى الرؤية الطويلة الأمد بتبان. المصادر واضحة جدا، بعد ما تخلص كأس الأمم هتبدأ على طول المرحلة التانية، ودي بقى الأكبر والأهم بكتير. الكلام هنا عن توسيع المدرجات، ساعة أكبر، والأهم من ده كله سقف يغطي الملعب بالكامل. سقف كامل؟ دي نقلة تانية خالص للملعب. الملعب بتاع 2025 ده هيبقى مختلف عن اللي هنشوفه في كأس العالم 2030. بالظبط كده. وده بصراحة تخطيط ذكي جدا. بيستغلوا بطولة أفريقيا كمحطة أولى يضمنوا بيها الجاهزية الأساسية، حسب معايير الكاف، وبعدين يكملوا عليها عشان يوصلوا لمتطلبات كأس العالم. ودي طبعا أعلى وأصعب، زي السعة الأكبر والسقف الكامل ده بيغير الملعب تماما. واضح حجم الاستثمار والطموح فعلا. الموضوع مش مجرد تجهيز لبطولة وخلاص، ده بناء للمستقبل تماما. اللي بنشوفه في فاس ده نموذج للي بيحصل في المغرب كله استعدادا للحدثين الكبار دول. تحويل الملاعب لواجهات حديثة قادرة تنافس عالميا، وده ليه أبعاد تانية كتير اقتصادية وسياحية كمان. الملعب ده هيبقى رمز للطموح ده. طيب، مع كل الشغل ده والخطط دي والمواعيد القريبة قوي لكأس الأمم والتحدي الأكبر بتاع المرحلة التانية وكأس العالم، يا ترى إيه ممكن يكون أكبر التحدي غير متوقع ممكن يواجه العملية دي، مش بس في البناء، لا كمان في التشغيل واستقبال كل الأعداد دي والجماهير والفرق في وقت قصير كده؟ ده سؤال مهم نفكر فيه.